السلام عليكم. عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده عيش فينو وعيش كايزر او عيش البرجر بعجينه سهله جدا من غير اي مواد مكلفه، لا لبن ولا بيض. هيطلع معايا ان شاء الله عجينه قطنيه مميزه، مش هتستغني عنها وتنفع معايا في بيتزا او اي عيش ممكن اعمله او اي معجنات عامه. معايا هنا 2 كيلو من الدقيق، هحط عليهم كيسين من الخميره. بعد كده هنزل بكيس من البيكنج باودر. البيكنج باودر في العجينه ديت ما نستغناش عنه، لان هو بيفرق في هشاشة وارتفاع العيش بتاعي، بما ان انا هعمل عيش فينو. بعد ما حطيت كيس البيكنج باودر هنزل ب6 معالق من السكر. السكر بتاعي سكر حبيبات عادي جدا، ما تقلقيش منه، كده كده ان شاء الله هيدوب معايا في العجينة بتاعتي. نزلت ب6 معالق من السكر. بعد كده هنزل بمعلقة صغيرة بنص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل. طبعا الخل محسن طبيعي للمخبوزات وبيفرق في لون وهشاشة العيش بتاعي. بعد كده نزلت ب6 معالق من الزيت، زيت نباتي عادي. انا كان عندي هنا شوية لبن صغيرين عاملين وش قشطة، خدت معلقتين القشطة اللي كانوا على وش اللبن. لو انتي مش عندك قشطة او لبن مفيش اي مشكلة، كده كده العجينة بتاعتي عجينة اقتصادية من غير لبن او بيض. انا بس عشان ان هما ما يبوظوش عندي فحطيت القشطة بتاعته على العيش، بس هسيب اللبن لدهان العيش في الاخر. بعد ما نزلت بالمكونات بتاعتي هبدأ ان انا بقى ازود مية واعجن العجينة كويس. طبعا المية على حسب ما العجينة تلم معايا، لان مش كل الدقيق بيبقى زي بعضه. هبدأ ان انا اعجن العجينة كويس جدا وهزود مية بالتدريج لحد ما الاقي العجينة بتاعتي لمت معايا. عجينة العيش الفينو بتحب ان يكون العجين ملزق شوية وطري زي ما انتوا شايفينه كده. هبدأ بقى ان انا اسيب العجينة تختمر معايا ساعة ساعة ونص، كل ما تسيبيها تختمر اكتر كل ما بتطلع معاكي نتيجة هايلة. هنا العيش بتاعي بعد ما اختمر بدأت ان انا اهبط منه التخمير. شايفين الفقاعات بتاعة التخمير؟ ده يدل ان العيش اختمر كويس جدا وطول في التخمير. بدأت ان انا اهبط التخمير تاني. مش هكتفي بكده وبس، انا بعد ما هبطت التخمير حطيته تاني في التلاجة يختمر في التلاجة تخمير بطيء. التخمير البطيء ده بيطلع معايا عجينة قطنية ومفيش اجمل منها. بعد ما اختمر معايا في التلاجة، شايفين الارتفاع بتاعه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. جبت عندي صينية هنا ودهنتها زيت. لازم ندهن الصينية زيت علشان العيش بتاعي ما يلزقش، العيش لو لزق في الصينية مش هعرف اطلعه وهيتهري مني. هبدأ ان انا اشكل العيش بتاع البرجر. العيش بتاع البرجر بيبقى عبارة عن كرة كبيرة كده، وافضل اكور فيها واشكلها كويس جدا واحطها على الصينية. هبدأ ان انا اشكل قطعة تانية معاكم. طبعا ايدينا لازم تكون ميزان، وان كل كرة والتانية يكونوا بنفس الحجم علشان يطلعوا كلهم شكل واحد. ونراعي طبعا واحنا بنرص الكور بتاعتنا ان احنا نسيب مسافة بين كل كورة والتانية، لان العيش بتاعي هيختمر مرة تانية. خطوة مهمة في معظمنا بينساها، ان احنا لما بنكور العيش بندخله مباشرة على الفرن، ودي غلطة شنيعة جدا. لازم بعد ما اكور العيش بتاعي اسيبه على الاقل ساعة ساعة ونص يختمر ويتضاعف حجمه. هنا بعد ما كورته سيبته بقى ساعة ساعة ونص، بما ان احنا في الشتاء، يختمر ويتضاعف حجمه. عقبال ما سيبته يختمر هعمل بقى العيش الفينو بنفس العجينة بتاعتي.
هبدأ ان انا اكور كور العيش الفينو بالحجم اللي انت عايزيه، اللي انت عايزاه. لو انت عايزه العيش بتاعك يكون صغير اعملي كوره صغيره، لو انت عايزاه كبير اعملي كوره كبيره. انا هنا عايزاه حجمه مناسب، يعني لا صغير ولا كبير، فعملت الحجم ده. هبدأ ان انا اشكل معاكم واحده. جبت هنا قرصه ودهنت ارضيتها زيت علشان بس ما تلزقش معايا في البلانشه، وهبدأ ان انا افردها يمين وشمال. افردها معايا كده لحد ما يكون سمكها نص سنتي. بدأت ان انا افردها. بعد ما فردتها هبدأ ان انا ابرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على شكل رول او اسطوانة، وهبدأ ان انا اقفلها كويس بايديا واضغط عليها كويس جدا ابرم فيها والفها علشان يتشكل معايا الرغيف بتاعي. وهحطه بقى في الصينية، وطبعا نراعي المسافة لان هو هيختمر تاني وهيتضاعف حجمه. هنا بقى بعد ما العيش الكايزر بتاعي اختمر، شايفين شوية اللبن دول اللي كانوا عندي، اللي انا خدت منهم معلقتين القشطة، دهنت بيهم وش الكايزر وغطيت وشه بالسمسم او زينت بالسمسم. والدهان والسمسم دي خطوات اختيارية، لو مش متوفرين عندك مفيش اي مشكلة خالص. وبدأت ان انا برضو ادهن العيش الفينو وزينه بالسمسم. كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. حطيت العيش، وطبعا العيش بيتضاعف حجمه تاني بعد ما يدخل الفرن. وهنا بقى العيش بتاعي بعد ما طلع من الفرن، شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا العيش لما يطلع من الفرن هتحسيه كده ناشف كده وبيخبط كده. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتغطيه بفوطة حوالي 5 دقايق. بعد كده هتشيل الفوطة، هتلاقي العيش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طري جدا وعجينة قطنية وهشاشة. يعني العجينة مش قادرة اقول لكم جميلة جدا وسهلة. شايفين عامل ازاي؟ طبعا هي سخنة، انا مش عارفة اتملك فيها كويس. وهنا العيش الفينو بتاعي برضو لما طلع من الفرن غطيته علشان يطرى معايا، وبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشترك في القناة وتفعل الجرس. مع السلامة.